كابتن للمغرب بعد مرتبة رابعة عالميا. المغرب ينتصر في مباراة دولية ودية، يواصل الصعود المغرب أيضا في سلم الفيفا كابتن بعد تأهلوا للكان ديجا كاليفيه المغرب، ويواصل الصعود في سلم ترتيب الفيفا. باهي باش ما نطولش عليك، احنا مش قلت لك مرة أخرى أنا المغرب اقتحمت ساحة العظماء، حديقة ولا ساحة ولا وأول بلد عربي يربح البرازيل. وش نقول لك الحقيقة شو اللي عملوا شو الجماهير توانسة في المباراة هي الحكم الصادق السالبي كيفاش ريت مردوده في مباراة المغرب الحقيقة. برافو لي، ماتش بارفي، ما عملش برشا غلطة بركة متاع البونتو الأول. جاء 2-1 أهداف بوفال وعبد الحميد السبيري. استحقاق رياضي كابتن للمغرب بعد مرتبة رابعة عالميا. المغرب ينتصر في مباراة دولية ودية، يواصل الصعود المغرب أيضا في سلم الفيفا كابتن بعد تأهلوا للكان ديجا كاليفيه المغرب، ويواصل الصعود في سلم ترتيب الفيفا. باهي باش ما نطولش عليك، احنا مش قلت لك مرة أخرى أنا المغرب اقتحمت ساحة العظماء، حديقة ولا ساحة ولا ميدان بليتو اللي صعيب ياسر، ميدان الكبار في كرة القدم، وأصبحت من الكبار، معناها أصبحت عالمية. المغرب تقول بصراحة كي تربح البرازيل بك المستوى اللي ريناه بالنسبة لي ليست مفاجأة، فهي نتيجة طبيعية لما قدمه المغرب في كأس العالم. ونتمنى معناها باش يكون معناها في تطور. أنا وش نقول هنيئا للمغرب الشقيق، نحي الفيكتوار لا فيكتوار مي يا خويا الإخراج التلفزي يفودير لا فيريتي تكنيك ليماج الجمهور التيران كل هذا كل شيء الفار كل شيء ذي رسالة شو رسالة إخراج حضور جماهيري ملعب طنجة شيء كبير، التران يمشوا فيه يعني شو كل ما دار حول المباراة فهو عالمي. وهنيئا للمغرب. وأقول أن ملحمة طنجة قطر به هي بداية لصناعة مجد جديد للمغرب على مستوى كرة القدم. هذه الملحمة ستكون هي البداية لصناعة مجد جلوار ناسيونال بور الماروك. هنيئا لكم. امين. وأول بلد عربي يربح البرازيل. وش نقول لك الحقيقة شو اللي عملوا شو الجماهير مش نورمال. المغرب تعديت بالي اخر بالنسبه لي انا. شفت ستوري بعد الماتش نتاع فينيسيوس قال شكرا للمغرب، قريتها وريتها ولا شكرا للمغرب. تو ما عادش نحكيو على المغرب، ما نحكي ولا كلاس مع البرازيل ومع فرنسا ومع الناس الكل. انا حاجه بركه، انا نعشق المدرب نتاعهم كيفاش يلجير معناتها لي ستار هذوكم الكل. حتى كي خرج حكيمي في دقيقه 60 يصفق وباس المدرب، معناتها علاقه ممتازه ما بينات بعضهم. واني قلت لك المغرب العوام هذا الكل باش تسيطر على الكره الافريقيه والعربيه. انت حكيت على المدرب وليد درغراغي، كان عنده تصريح بعد المباراه قال كون اباتو لو بريزيل اون بلان رمضان ابخي لو تراويح سي فو، ربطها معناها برمضان وصلت التراويح في دعاء. افهم كلامه، التراويح في دعاء بتتر في الدعاء معناها هو لا يفدلك معناها في صحة. كابتن كيما الكاس العالم في قطر معناتها جابوا ليزوروبيان، جابوا معناتها الكرة الآسيوية وسمعوهم القرآن والديانة وعملوا اللي حبوا حديث مترجم معناتها. وغاديك راهو فما جوامع في قطر الخطبة نتاعهم باللونجلي، عملوا خطبة باللونجلي خطبة سيد الجمعة. كيف المغرب عملت الماتش في رمضان ومن بعد شقان الفطر ومن بعد التراويح، معناتها تعريف بالثقافة العربية وصورة جميلة للمغرب. إلى جانب النتيجة الحاصلة على أرضية الميدان، المغرب كسب نقاط عديدة كابتن على المستوى التنظيمي. تحكيت على النقل التلفزي، على التنظيم، على الحضور الجماهيري، الصورة الجميلة اللي ريناها على المغرب خلال المباراة. الحديث أكثر في الموضوع معنا الدكتور الباحث سيد منصف اليازغي. صحة شريب تكسير منصف. أهلا عزيزي أمين، وسعيد بالحضور معك وتحية لضيوفك في البلاطو.
شكرا ليك. معاي لاعب الرجاء السابق خالد القربي والكابتن خالد حسني، غنيين عن كل تعريف. طبعا الحال طبعا الحال. دكتور، انتصار على أرضية الميدان ضد البرازيل، وانتصار أيضا كان خارج أرضية الميدان على مستوى التنظيم، النقل التلفزي، الصورة الجميلة اللي ريناها خلال مباراة المغرب والبرازيل. الانطباعات في المغرب بعد المباراة كيفاش كانت؟ وأولا المغاربة شعروا بأنه مباراة طنجة هي امتداد لمباريات قطر، كما لو أنهم ما زالوا يعيشون أجواء المونديال. كما تعلم عزيزي بأنه ما عشناه حلم، ونشكركم أولا على أنكم عشتم معنا هذا الحلم، واعتبرنا بأنه مباراة طنجة هي امتداد لهذا الحلم. مباراة طنجة ربما القائمون على الشأن الرياضي بالمغرب لم يريدوا أن يبرمجوا مباراة مع منتخب عادي، مع احترامنا جميع المنتخبات، لكن فضلوا أن تكون أجمل هدية للجمهور المغربي الذي تابع مونديال قطر، واحيانا بعضهم لم يكتب له الحضور في قطر ولم يكتب له احيانا حصول على التذاكر. فكانت اجمل هديه هي مباراه وديه امام منتخب من العيار الثقيل، ونحن نتحدث عن منتخب البرازيل. منتخب البرازيل ربما لدينا مع حساب قديم جدا يعود الى 97 عندما خسرنا معه بالدير بهدفين، ثم في مونديال 98 عندما خسرنا مع 3 أهداف ل0. المباراه وديه راى البعض بانه قد تكون عاديه، لكن في المغرب اعتبرناها لديها انعكاسات اخرى، انعكاسات على صوره المغرب الذي يستضيف في ملعب ابن بطوطه بطنجه، يستضيف منتخب كبير في اجواء احتفاليه كبيره تؤكد بأنه المغرب يثبت أقدامه على الساحة كرة القدم العالمية وأيضا الأفريقية بطبيعة الحال، من خلال تثبيت ما أنجزه من استحقاقات وما كسبه من شعبية في العالم، سواء بمونديال قطر أو حتى في الآونة الأخيرة عندما تقدم على الخصوص إلى بترشيحه لسادس مرة لاحتضان كأس العالم 2030. إذن هي المباراة بالنسبة للمغاربة كانت هي قد نقول بأنه هي لا سوريس سيغ لا تارت بعد مونديال قطر، واعتبروها مكافأة لهم على هذا المنتخب. ومن ناحية أخرى تقنية، وأنا أبتعد عن كل ما هو تقني، لكن هناك نقطة أساسية وأنه تم تأكيد بأنه ما حصل في قطر لم يكن صدفة، لأن البعض دخل في عملية تشكيك، بعض المحللين دخلوا في عملية تشكيك بأنه ما حدث في قطر هو صدفة، ربما الكرة قد تكون في شباك المغرب وخرجت خارجا إلى آخره. لكن مباراة البرازيل جاءت تؤكد بأنه للمغرب منتخب محترم ومدرب يعرف قراءة المباريات ويقدر ويستطيع تسيير المباراة بالشكل الذي يريد، بدليل وهذا هو الجميل في هذه المباراة أنه لم نلحظ تلك يعني اللخبطة في اللعب على اعتبار أنه اللاعبين نجوم، بل لاحظنا انضباطا في اللعب وأيضا قدرة على تسيير المباراة بشكل عادي جدا بدون نرفزة حتى آخر دقيقة، وهذا ما يشكر عليه اللاعبون الذين أهدونا في هذه الليلة الرمضانية أهدونا أجمل هدية في هذا الشهر. دكتور، من خلاف الرياضة طبعا المغرب كسب نقاط عديدة في سباق تنظيم كأس افريقيا 2025 ومونديال 2030 والملف المشترك بين المغرب اسبانيا والبرتغال. كيف ترى حظوظ المغرب خاصة نتحدث على تنظيم المونديال؟ نعم، بالنسبة لكأس افريقيا 2025 اعتبر بأنه الأمر بين يدي المكتب التنفيذي الذي لديه صلاح تقييم الملفات بشكل متساوي واخذ فكره عامه على الاجواء والشروط التي يتوجب ان تجري كاس افريقيا، لانه كاس افريقيا ليست هي الملاعب فقط. البعض ربما يعتقد انه يكفي ان يكون عندك ملاعب لتكون مؤهلا لاحتضان جانب لوجستي، سياحه، اقتصاد، كل شيء، لوجستي، سياحه، شغف، وحتى الجانب التنظيمي والقدره على تسويق صوره كره القدم الافريقيه في الخارج، لانه كاس افريقيا لم تعد مباريات تحتضنها مدينتين ويتابع الافارقه، بل هي فرصه لعكس صورة كرة القدم الإفريقية في العالم. هذا من ناحية. من ناحية أخرى بالنسبة لكأس العالم أعتقد بأن المغرب قدم شهادة في المباريات في المنافسات السابقة عندما احتضن كأس العالم الأندية 3 مرات، وقدمها بشكل كبير جدا. وعندما نقول كأس العالم الأندية فهي موندياليتو أو هي تصغير المونديال، وبالتالي هو بروفا لأي بلد قبل التقدم إلى كأس العالم. المغرب قدم هذه الشهادة واختار أن يتقدم إلى جانب إسبانيا والبرتغال على اعتبار أنه يملك، على اعتبار أن المغرب ورقة رابحة وليس ورقة فقط إضافية لهذا الملف البرتغالي الإسباني، بل هو ورقة رابحة بحكم الإشعاع الذي يملكه المغرب، النفوذ الذي يملكه المغرب على مستوى الأصوات، وأيضا قدرة
قدرته على ان ينجح هذا التحدي، تحدي 2030، على اعتبار انه ما قدمه في السنوات الاخيره ربما لم يكن صدفه، وجاء وفق ترتيبات وفق سياسه ورؤيه مغربيه خالصه اعتمدت على الصبر، اعتمدت على ما هو استراتيجي، ولم تكن تخطط على المدى القصير او فقط الظهور بمظهر جميل في هذه الدوره او هذه الدوره، بل امن بانه اي نجاح لا تكتف ثماره الا بعد ان يكون مبنيا على استراتيجيه واضحه وعلى رؤيه اوضح. دكتور سؤالي الاخير، الحديث طبعا. على مدينه طنجه، الرباط لاستضافه المونديال، مع مدينه ثالثه، كلام على اكادير، مراكش او حتى كازابلانكا، المدن ربما المرشحه لاستضافه المونديال حسب رايك. اكادير عزيزي، هو الامر لم يحسم لغايه الان، وكل ما يروج له فقط يعني قد نقول بانه تنبؤات ان صح التعبير. المغرب بعد خسارته لمونديال 2010 امام جنوب افريقيا بتاريخ 15 ماي 2004 اعلن هنا الملك محمد السادس بانه المغرب سيستمر في بناء ملاعبه كما انه سيحتضن المونديال، ونجح في ان تصبح لديه 3 ملاعب من الجيل الجديد بمدينة مراكش وطنجة وأكادير، بالإضافة إلى ملاعب أخرى سابقة كملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط وملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. في اعتقادي أنه الأمور تسير في اتجاه واحد، في اعتقادي شخصيا، وأنه بالإضافة إلى أحد ملعبين سواء طنجة أو أكادير أو مراكش، هناك احتمال أن يكون الملعب المفاجأة هو أكبر ملعب في إفريقيا، سيكون في الدار البيضاء الذي كان مشروعا منذ 2007، وينوي المغرب بناؤه خارج في ضواحي مدينة الدار البيضاء، وسيكون الأكبر على الإطلاق. مع ذلك فربما الأمر يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى تنسيق مع الدول المرشحة، وبالتأكيد أينما حلت هذه الملاعب فالمغرب ولله الحمد قادر على في أي مدينة والترويج لتلك المدن، لأنها كلها مدن سياحية ومدن تعرف إقبالا كبيرا من طرف الجميع. شكرا لك دكتور منصف اليازغي، الباحث في السياسات الرياضية. نقطة أخرى تهمنا كتوانسة في المباراة هي الحكم الصادق السالبي، كيفاش ريت مردوده في مباراة المغرب الحقيقة برافو لي، ماتش بارفي، ما عملش برشا غلطة بركة نتاع البونتو الأول نتاع البرازيل راهو بونتو، انا كيريتو بونتو. شنو ما عملش برشا غلط، ذي غلطه هدف ذي اي معناتها مش غلط، معناتها كارثيه. اوكي بونتو لو فما انتقادات من لاعبيه البرازيل خاطر خلى برشا اغريسيفيتي، والبونتو لو راهو بونتو صحيح. كابتن انطباعك على مردود الحكم؟ خاطر بونتو الاول راهو زاد حتى الفار يتحمل مسؤوليته راهو بالنسبه لي انا معناتها لا حاجه باهيه ساعه، لانه حكم تونسي حكم مباراه بين المغرب والبرازيل. معناها اللي ما نشوفوش الحكام نتاعنا في التظاهرات العالميه. ما فهمتش عليه تشوفوا كيف في الاميكال معناتها البرازيل ما عندناش فار. لا بخلاف هذا تشوفوا ليه لحظه كابتن بري، تشوفوا كان في الاميكال في الكوب دي موند ما عندناش ما عندناش فار، وخاطر ما عندناش فار مش قلت لا مش فار، وتوا عندنا فار توا ما نعرفوش. اسمع توا بربي اللي في نهار شنو في رواندا باللي خلينا رايدين شو الفار هو اللي قاس كل شيء، ما عندناش مستوى نتاع حكام. كابتن محمد سلامه بعث لي ارتيكل انه فما مباراه احياء في مصر بتقنيه الفار ب10 كاميراوات في الدوره الرمضانيه في مصر. مباراه احياء واللعبه مش غازون ولا تارتون، تراب بالفار كونكاساج. قولك يا كابتن هذه سبونسوريزي يا كابتن، نتصور ذهبت سبونسوريزي، واللي عمل كود كوم خارق العاده. معناها شو القديم مع الجديد، القديم هي البطحه مع تكنيك معناها